السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين النصر سمارت هوم من كل مكان. هوري حضراتكم دلوقتي مشكلة جت لنا في كالون. أول حاجة الحساس اللي هو الماجنتيك اللي بيتحط هنا عشان يقفل الباب لما الميل يجي قصاد الفيميل. ده جاي لنا مكسور، ده ماجنتيك سنسور. بيتقال عليه ماجنتيك سنسور أو بيتقال عليه هول افكت ديفايس. كمان جات لنا قطعة الريموت مش شغالة، كانت الكريستالة دي واقعة والمسارات بتاعتها مقطوعة أصلا. فاحنا عملنا لها عمليات تعويض مع الاي سي. احنا ممكن نصلح الكريستالة دي لو الاي سي دوت تمام، لكن لو الاي سي دوت في شورت او ضارب ما بنقدرش نعمل اي حاجة في الموضوع ده. كمان احنا قدرنا نحصل على الهول افكت ديفايس، وجبناه وشوفنا الداتا شيت بتاعته ولحمناه في البلجة بتاعته. هنوصل كل حاجة لايف قدام حضراتكم وهنعمل تيست ونشوف. بصوا حضراتكم، انا حاطط لزقة سودة على اللمبة عشان لما بتقلب وتنور احمر التيك توك بيشيل لنا الفيديو بتاعنا، بيعتبره حاجة خطر فبيشيله عشان تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. هحط الحساس اللي احنا صلحناه اهو، حطيناه في مكانه وهنبدأ نجرب. هقرب الماجنتيك اللي هو دوت للسنسور. بص حضراتكم، اللسان طلع اهو. طبعا المسافة كويسة جدا. هنشوف بقى، نجرب الريموت بتاعنا هل هيشتغل ولا لا. فعلا نشتغل، نجرب مرة تانية. خلي بالك حضراتكم اهو، نقرب والمسافة ما شاء الله كبيرة، يعني معقولة أفضل من السنسور اللي كان موجود الأصلي. وهندخل لسان تاني. يا رب يكون الموضوع مفيد لبعض الفنيين والناس اللي عندهم قوانين من ديت. لما يحصل أي مشكلة ممكن يروح لبياع الكالون ويصلحوا له لو ممكن يتصلح. نشوفكم قريب في حاجة تانية تكون مفيدة للناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.